لكل من ابتلاه الله عز وجل بالنظر إلى المحرمات، اسمع هذه الرسالة، وأريد كل من يشاهد هذا الفيديو أن يشاركه لغيره. اسمعوا هذا الكلام. رؤية المحرمات وخاصة على صورة مستمرة، وعلى الأخص على شهوة ولذة، تفقد الإنسان البصيرة، هذه أولا، وتفقده كذلك مسألة اليقين بالله، وتفقده رائحة الإيمان، وتفقده حرارة معرفة المعروف من المنكر. وليس هذا فحسب، بل إنه تزيل جذوة الإيمان من قلبه شيئا فشيئا، حتى يصبح قلبه أسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. وقال الإمام السمعاني رحمه الله عن بعض السلف: إن النظر يزرع الشهوة في القلب، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. الله أكبر. ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. لذلك انتبه وتنبه، وتذكر قوله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لذلك لابد أن تضع الله تبارك وتعالى في سويداء قلبك وسواد عينك، فعلى مقدار معرفة الله من خوفك منه، على مقدار أن يصرفك الله تبارك وتعالى عن النظر إلى الحرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك.